أبطال العالم في العاصمة القطرية دوحة، وكل الأنظار كانت مصوبة نحو نجوم المنتخب الفرنسي على غرار قائد وهداف ريال مدريد كريم بنزيما الذي توج بجائزة الكرة الذهبية، كيليان مبابي، أوليفي جيرو، ديمبلي والآخرين. لاعبو المنتخب الفرنسي كشفوا مبكرا عن رغبتهم الكبيرة في الحفاظ على اللقب ودخول البطولة بقوة في أول مباراة تنتظرهم في كأس العالم في قطر 2022. بالنسبة لنا المسابقة ستنطلق مساء الثلاثاء المقبل. الآن نحن سعداء باستقبالنا في الدوحة، وسنستقر في مقر المنتخب وسنستعد بأفضل طريقة ممكنة. الأجواء داخل المنتخب رائعة، الجميع متحمس لانطلاق لمنافسة كأس العالم بطاقة إيجابية، ونحن متشوقون لضربة البداية. استقبال رائع حظيت به تشكيلة المدرب ديدي ديشان الذي عبر هو الآخر عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى الدوحة، والجميع الآن ينتظر بفارغ الصبر صافرة البداية. لقد وصلنا إلى هنا وهذا أمر جيد. لدينا أقل من أسبوع للاستعداد والتحضير بشكل جيد للمواجهة الأولى ضد أستراليا وباقي المنتخبات التي سنلاقيها في المجموعة. الجميع متحمس لخوض هذه البطولة. سنلعب شهر نوفمبر، وهذا شيء جديد على جميع المنتخبات المشاركة في البطولة وليس فقط على فرنسا. رحلة المنتخب الفرنسي ستبدأ في 22 من الشهر الجاري بمواجهة أستراليا بحضور أبرز النجوم على غرار كريم بنزيما، كيليان مبابي وأوليفييه جيرو. حتى المنتخب الفرنسي الرحالة بالعاصمة القطرية الدوحة، وكله عزم على دخول البطولة بقوة من أجل الحفاظ على اللقب. من الجيزة، بين سبورتس، الدوحة.